عمرك سألت نفسك ليه الصينيين بياكلوا كل حاجة؟ يعني حرفيا أي حاجة بتتحرك، من صراصير لضفادع لكائنات احنا أصلا ما نعرفش اسمها. تعال أقول لكم ليه واسمع مني. سنة 1958 الصين مرت بأكبر مجاعة في تاريخها، استمرت تقريبا 3 سنين. المجاعة دي حصلت بسبب مجموعة من السياسات الفاشلة للحكومة وقت حكم الزعيم الصيني ماو تسي تونج. أول سبب كان قرار غريب جدا، أمر الشعب بقتل طيور الدول لأنه كان شايف إنها بتاكل المحاصيل الزراعية وبتقلل الإنتاج. الناس كانوا بيتسابقوا على قتل الطيور عشان يحصلوا على الجوائز، لكن النتيجة كانت كارثية. مع موت طيور الدوري اتفاجئت الصين بحاجة أغرب، الجراد، لأن طيور الدوري كانت بتاكل الجراد، وبدون الطيور الجراد انتشر بشكل رهيب في كل أنحاء البلاد. الجراد ده كان بياكل المحاصيل الزراعية كلها، وده أدى لدمار كامل في المحاصيل الزراعية. النتيجة كانت كارثية، المجاعة الكبرى. في خلال 3 سنين مات 45 مليون صيني بسبب الجوع والأمراض الناتجة عنه. وبسبب المجاعة الناس ابتدت تاكل أي حاجة، المهم إن هم يقدروا يعيشوا. ومن وقتها بقت فكرة إن أي حاجة ممكن تتاكل جزء من ثقافتهم. وبجانب كده ثقافتهم بتقول إن كل حاجة في الطبيعة ليها فايدة، فحتى الحشرات والحيوانات الصغيرة بيشوفوها مصدر طاقة. معقول يكون ليهم في أكل البني آدمين كمان؟